السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم إلى هذا اللقاء. خلال يوم الغد ننتظر بحول الله خلال الصبيحة نسبة رطوبة عالية على الواجهة الساحلية الوسطى والشرقية، ليتحسن الطقس فسيحا لأجواء مشمسة صحوة على السواحل وكذلك المرتفعات والهضاب. سحب ستنتشر تقريبا على كافة المناطق الغربية على السواحل وكذلك المرتفعات ومناطق الجنوب الغربي، احتمال لبعض الأمطار المتفرقة خلال الصبيحة. أما درجات الحرارة خلال ليلة اليوم خاصة صباحة الغد درجتين فقط على السطيف الجلفة وكذلك البيض، مقاييس ما بين 6 درجات لغاية 14 درجة على الواجهة الساحلية، 10 درجات على التندوف، 12 درجة على الصحراء الوسطى، 14 درجة على أقصى الجنوب. أما خلال ظهيرة الغد إن شاء الله ارتفاع محسوس لدرجات الحرارة خاصة على المناطق الغربية، ستفوق المعدل الشهري، مقاييس ما بين 26 إلى غاية 27 درجة. ننتظر 28 درجة على العاصمة تيزي وزو والبويرة، 17 درجة على كل من بجاية جيجلسكي دانبا والتارف، 19 درجة على ولاية بشار، 26 درجة على تندوف، 28 درجة أقول على الصحراء الوسطى، 31 درجة على أقصى الجنوب. أما البحر خلال يوم الغد يبقى هادئ وجميل على الواجهة الشرقية، رياح ضعيفة، بينما بحر قليل اضطراب إلى مضطرب محليا خاصة على الواجهة الغربية، رياح معتدلة تصل لغاية 40 كيلومتر في الساعة. خلال يوم الثلاثاء إن شاء الله ننتظر بحول الله أجواء مغشاة، ولكن بعد تلاشي ضباب على الواجهة الساحلية الشرقية، بعض الأمطار غير مستبعدة على مناطق الجنوب الغربي تحت وقع رعود على شكل زخات، هبوب رياح قوية على الواجهة الساحلية الغربية، درجات الحرارة دائما في ارتفاع خاصة على المناطق الغربية. خلال يوم الأربعاء بعض الأمطار غير مستبعدة خلال أواخر النهار ستخص الهضاب العليا الغربي وكذلك الوسطى تحت وقع رعود، نسبة رطوبة عالية على الواجهة الساحلية، تحسن في حال الطقس على مناطق الجنوب الغربي. خلال يوم الخميس إن شاء الله أجواء مستقرة على الجنوب، لكن على المناطق الشمالية نسبة الرطوبة عالية على الواجهة الساحلية، بعض الأمطار غير مستبعدة متفرقة إن شاء الله وخفيفة ستخص الهضاب العليا الغربية مع هبوب رياح قوية مما يعمل على تطاير بعض الرمال. غروب الشمس ليوم الغد إن شاء الله على مستوى العاصمة سيكون بحول الله في تمام 6:33. أشكركم على المتابعة، أمسية طيبة للجميع.